السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب، تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. مع اقتراب شهر رمضان نشوفوا كل عام نفس المشهد يتعاود: اسواق عامرة، زحمة، ضغط وتوتر، ناس تجري، ناس تتعارك، وناس تشري اكثر من لازم. السؤال اللي يطرح روحه: علاش كل هذا الازدحام؟ وهل هو ضروري؟ ازدحام الاسواق قبل رمضان ولات عادة سنوية. الناس تخرج بكثرة باش تشري المواد الغذائية، وكأنه رمضان شهر نقص مش شهر بركة. كاين عدة أسباب تخلي الأسواق تتعمر، اللي هو الخوف من الغلاء، ولا التخزين المفرط ولا تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وعقلية نشري اليوم خير من غدوة. بزاف عائلات تشري كميات كبيرة، لكن في الأخير نشوفوا بزاف أكل يترمى ويتكب ويضيع. وهذا يتناقض مع معنى رمضان اللي هو الاعتدال، الصبر والإحساس بالآخرين. من جهة أخرى الازدحام يخلق لنا ضغط على العائلات ومشاكل في الأسواق واستغلال بعض التجار لرفع الأسعار. يعني المواطن يتضرر هنا مرتين: مرة بالزحمة ومرة بالغلاء. في الأخير لازم نراجعوا تصرفاتنا. رمضان ما يحتاجش تخزين ولا هلع، يحتاج تنظيم، وعي وقناعة. إذا كل واحد فينا شراع على قد حاجته، الأسواق تتهنى والأسعار تستقر والبركة تزيد. قولوا لي في التعليقات كيفاش تشوفوا ازدحام الأسواق بالرمضان، ضرورة ولا عادة خاطئة؟ ما تنسوليش اللايك والاشتراك، ونلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله في حفظ الله ورعايته.